انت ما عملتيش حاجه، هو اللي صعب الدنيا. حاسه ان انا الاسطوره معاكي، انت وحشتيني قوي. انت ناقصك كام؟ لسه فلوس كتير قوي. على فكره انا معايا معظم الفلوس. ما جريتش ليه؟ ما قدرتش. انا حاسه ان انا بوظت الدنيا. تعالى حظ بقى وكفايه علينا شقه وكفايه علينا شقه وكفايه علينا. في مجال الراب على طول بقوا يستعينوا بيهم في اغاني، بس انا برضو مش حاسه ان هي كانت شبهنا قوي، مش معمول حسابها قوي من الاول. هما مش جزء من الارتستيك اكسبريشن بتاعه الفيلم او المسلسل او ايا كان، فانا كنت حابه جدا ان انا اعمل حاجه زي كده. فرحت لكبارة الميوزك سوبرفايزر في الاول، قلت له كبارة عندي فكره فيلم بس انا عايزه اعمل حاجه جديده، فايه رايك تعمل ده معايا؟ كانت عايزه تعمل ألبوم اغاني اوريجينال للفيلم، يبقى ساوند تراك. في اغنيه كانت في مخها دويت، وهي دي الاغنيه اللي المفروض هتمثل الفيلم كله. فلما فكرنا فيها مين الصوتين اللي ممكن يعني ما حدش سمعهم مع بعض وممكن يتفقوا قوي، كان نور وكريم. احنا في الاول ما شفناش بس غير السين اللي كان اغنيتنا هتتحط عليه، فاحنا ما شفناش الفيلم كله عشان نقدر اللي هو نقيم احنا هنكتب عن الفيلم كله ولا لا. احنا بس كتبنا على اساس الشخصيات اللي هم البطلين، على اساس احنا بنتكلم من their point of views اكتر. this is where الكلام جه وكل حاجه تانية جت. يعني التراك اسمه مين يصدق، انا ما كنتش متوقعه ده، ما طلبتش منهم ده خالص. هو ما كانش انا متوقعاه، بس it exceeded my expectations، يعني اخدوها في حته تانية خالص يعني الحمد لله. اظن عشان زينة كانت الفيجن بتاعها للفيلم واضح جدا قوي بينها وبين نفسها، فده ساعدها تفهمنا احنا هي عايزه اصلا مننا ايه التراكات على حسب المشهد اللي هو كان طالع فيه. بصراحه الحوار ده ريحني جدا، يعني ما كانش حد جاي لي بيقول لي اعمل لي اغنيه وخلاص. كل حد فيهم طلبت منهم حاجه شبههم وحاجه مختلفه سنه، عشان انا اصلا I'm a fan of them، يعني انا بحب المزيكا بتاعتهم، وما حبيتش ان انا اطلب منهم ان هم يطلعوا عن الايدنتيتي بتاعتهم عشان يفت القصه بتاعتي. بالعكس ده يفيد ده وده يفيد ده. مثلا اول اغنيه خالص في الفيلم اغنيه ابو الانوار. زينة قالت لي ان المشهد يعني البنت راجعه من كلوب بالليل متاخر، كانت سهرانه، فبطبيعه الحال شاربه، الساعه 4 الفجر بتسمع ابو الانوار بتعمل حادثه. دي شخصيتها، فده اول كيورد هي ادتاني. تاني حاجه هي لما قالت ان هي مشهد هيبقى يعني مع البنت او البطله، احنا ظبطنا البيت دروب معين في الاغنيه عشان البيت يدروب مع الحادثه. عمال بتصور مع الناس، بكره اكسب بطوله كده تصور مع الكاس. الفيجن دي بتخرج مني حاجه مختلفه، لان لو انا قاعد بشتغل لوحدي او بعمل تراك بتاعي دلوقتي مثلا، لا كنت اختار بيت احزن سنه، مش عارف ميلودي كذا، اقول نوع ليركس مختلف شويه، بس يبقى جاي بريف او يبقى جاي طلبات او توجيهات او فيجن او كده. بتبسط لان انا عامه بعرف اتعامل مع ده، يعني بعرف اللي هو ايه، ما اخليش الموضوع يزعجني، بل بالعكس اطلع بالمفيد منه. تعالى حظ بقى وكفايه علينا شقه وكفايه علينا شقه وكفايه علينا. تعالى حظ بقى وكفايه علينا شقه وكفايه علينا شقه وكفايه علينا. اوكي عمال بتصور مع الناس. انا حالة جوا غابة، انا حالة جوا. المشاهد نفسها معمول حسابها من الاول. مشهد الحفله اغنيه باري وعيسى واسود ونوفو مكتوبه، فانا رحت قعدت معاهم قبل ما اعمل كاستنج للممثلين. اصلا البروسيس نفسه ما خدش مننا وقت، بالذات عشان كل حاجه كانت مشروحه وواضحه وكان معانا المشهد وشايفين كل حاجه. يعني سيشن عملنا فيها الاغنيه، اللاي اوت يعني بتاع المزيكا، كانت باري معانا وقتها، وكنا بنتخيل برضو الليركس هتبقى عامله ازاي. هي الكلام دارك قوي، بس هي ممكن تتلعب في حفله، عشان اللي بيحصل مع نادين في الحفله حاجه دارك جدا.
حاسس ان كلام الاغنيه كان لايق قوي على السين، بس في نفس الوقت واضحه لوحدها، بس ممكن بتوضحها اكتر او بتبان اكتر لما تتفرج معاها على اللي بيحصل وعلى اللي حصل في الفيلم قبلها واللي بيحصل بعدها وكده. وبرده دي كانت حاجه مهمه لباري برده، ان هي كان عندها فريدم في الدليفري عامه وفي الطريقه اللي هي عايزه تقدم بيها الاغنيه، وهي عرفت توريني ده بشكل مرعب، هي وعيسى واسودولوف طبعا. انا حالة جوا غابة، انا حالة جوا غابة. ميوزك برودكشن عامة تكون لايقة على الأغنية نفسها، الكلمات، وتكون لايقة على ليلى، وفي نفس الوقت توصل الإحساس اللي زينة عايزاه بالظبط على المشهد اللي هي حطها عليه. بصراحة I think الكريدت هنا goes to زينة. زينة ادتنا سلوت في الفيلم that works perfectly مع ستايل ليلى already، وانا كمان انا بحب الحاجات الدراماتيك، فالمشهد مشهد حزين في لحظة جراند يعني، فليلى is perfect for this scenario. هي كتير بتكتب at least في البداية لما اشتغلنا مع بعض كانت بتكتب حاجات دراماتيك وحزينة وفيها مشاعر كتيرة، وانا بحب ده، بحب اشتغل على ده، ف it was perfect. في مكان ما طرحش لسه عيني ما شبعتش. انا بحس انه لما باجي اكتب حاجه لحاجه ملهاش علاقه بيا او ان هي توظيفها هيكون في فيلم او كده، انا بحاول ان انا على قد ما اقدر اكون حريصه تبقى لايقه على الشيء اللي اتحكى لي. اكيد جزء منها هيكون واخداه مني، ببقى على قد ما اقدر اللي هو بسمع من المخرجه عايزه ايه، الاغنيه ذات نفسها محتاجه ايه، واحاول ان انا اخدم الاغنيه مش اخدم احساسي انا بس وخلاص. لان انا مثلا ممكن اكتب حاجه مش structured مثلا، اللي هو مجرد احساس انا عايزه اوصله. هو اكشلي احنا ما كناش سمعنا اي حاجه من التراكس تانية نهائي. I think زينة كانت قصده ان هو بيشتغلوا في مشاهد مختلفه قوي، يعني اول مشهد في فيلم بيبدا on a light note يعني، و at some point في اغنيتنا الموضوع تنس اكتر وفي دراما اكتر. هي زينة ما سمعتناش التراكات المختلفه with this in mind. كل حد فيهم انا شرحه له قصه لحد الاغنيه بتاعته، بس لما رحت قعدت مع الارتست كلهم قلت لهم انا عايزه ده يبقى stand alone project، يعني مش لازم الناس اللي شافت الفيلم هي الوحيده اللي تسمع الاغاني، نفسي الناس برضو اللي ما شافتش الفيلم تسمع الاغاني برضو وتتبسط. وانا مثلا حد بتابع مزيكه ليلى فهسمع تراك ليلى الجديد برضو عادي. كنت حابه ان ده يبقى independent وده يبقى independent برضو. كنت عايزه اخد راي حضرتك في التراكس اللي في الفيلم، ايه رايك في المزيكا؟ حلوين قوي، حلوين قوي، وخصوصا كمان ان بصي انا يمكن عرفت الراب من زينة من قبل ما تعمل الفيلم. انا بسمع حاجات مختلفه لكن بحترم بقيه الاذواق. يعني لما يجي حد يقول ايه الراب ده انا ما بفهموش، انت ما بتفهموش بس في غيرك بيفهمه وفي غيرك بيحبه، وبالتالي هو محقق نجاح كبير جدا. فابتدت تفرجني حتى على فيديوهات من كذا سنه، وده ابو الانوار وده مروان مش موسى وده مروان بابلو وده فكميه الناس اللي بيغنوا وبيعملوا زي خناقات اسمها ايه، ده يقول حاجه فالتاني يرد، فبقيت مستني التاني يرد عشان اشوف رد قال ايه والبتاع. لا حاجه لطيفه. في الفيلم بقى اما جت الاربع اغاني بتاعت ابو الانوار وليلى فضه وبيري وكريم الضبع ونور،
فطبعا من الاول خالص إيه بسمعها، ومن الاول خالص طب الكلمه دي ايه، طب الاغنيه دي ايه، وبقيت برددها، وبقيت ماشي في العربيه وانا بسمع ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب، بس عندي حاجه تانية كمان بسمعها ومبسوط اني بسمعها. اول الفيلم الاغنيه بتاعت ابو الانوار، يعني دي كمان مع مش عايز احرق الاحداث لكن لا لا لا